ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزه اوريلكم احنا في راس البر. الفندق ده اروع وافضل فندق في راس البر كلها، بجد تحفه وجميل، كانه كومباوند خاص، وهو ليه الشط الخاص بتاعه برضو. فندق رائع بصراحه، ويستاهل اقول ايه 100 نجمه 1000 نجمه مثلا. احنا هنا في شارع اسمه شارع النيل، وكده رايحين على اللسان، يعني هو ما بين النيل واللسان الفندق ده. انا دلوقتي واقفه على شارع النيل. بصوا كله كده الناس بتتمشى، وكله محلات، كله فيلل وفنادق. انا كنت عايزه اصور لكم وانا هناك وسط الزحمه والهيصه، بس ما عرفتش خالص امسك الموبايل واصور اي حاجه. قدام كده كله محلات، كل حاجه بقى نفسك فيها، لعب اطفال، هدوم، اي حاجه، بجد جميل. قلت اصور لكم الجزئيه دي، وشويه كده لما امشي ورا الفندق كده، ورا الفندق ده كده ان شاء الله هنروح على منطقة اللسان، اصور لكم الفنار واصور لكم الجناين اللي هناك ان شاء الله. استنوني شوية وراجعة. هنا دي منطقة المراكب. بصوا هنا كده المحلات. انا صورت لكم الزحمة اهو، عشان انا كنت بقول لكم الدنيا بتبقى زحمة. بس كده الرصيف ده كده لمدة ساعة ونص انت بتمشي في الشارع، لمدة ساعة ونص كله على اليمين وعلى الشمال كده محلات، كل حاجة، كل الأنواع. بص ارفع ايدي اهو كده، بصوا لحد كده كل اللي على اليمين دوت عبارة عن محلات للأكل. دي محلات وفنادق بقى، والفنادق بقى في فنادق كتير قوي. ادي ديت المديريه، وحده الشرطه يعني. وكده بقى هنمشي لنا مثلا بتاع نص ساعه كمان او تلت ساعه قبل ما تجيبي اخر الشارع. فالشارع يعني طويل طويل جدا. يلا شوية هصور لكم مكان جميل برضو جديد، بس عشان الزحمة دي محدش يتخانق معانا بقى ان احنا بنصور. يلا هقابلكم بقى في لقطة جديدة. اهو الفندق من قدامه. ده الباركينج بتاعه. السور ده كده طبعا محدش بيدخل جوه غير النزلاء بس. هو كده منور على طول. جوه طبعا في بسين وفي الغرف، بجد يعني حاجه كويسه قوي وجميله. هحاول برضه اجيبهولكم من قدام.
اهو. هو احنا كده بقى من قدام، بصوا عاملين ازاي. جميل بصراحة، المدخل بتاعه حاجة تانية، الناس بتيجي تتصور معاه. راس البر حلوة وجميلة وفيها حاجات حلوة. بصوا الريسبشن بتاعه من جوه، يعني ولا يعني زي اي فندق في القاهرة، فندق كبير ومحترم. بصوا الفلل بقى، بصوا الفلل بتاعت راس البر. بصوا وده بقى المكان اللي قدام الفندق، قدام الواجهة بتاعت الفندق. بصوا ده كده الممشى ده، الممشى ده اللي هو شارع النيل بقى. احنا كده شارع النيل كده. انا جبت لكم الفندق ويا رب يكون عجبكم. يلا بعمل له دعايه كده، بس والله هو يستاهل. انا ما بعملش دعايه ولا حاجه، بس البلد كلها تستاهل، تستاهل ان الواحد يجي ويسهر فيها ويقعد فيها. بصوا اليافطة دي مكتوب عليها ايه؟ مدخل مسار البحر، بيدخلك على الفنار، اللسان، وساحة الملتقى. ساحة الملتقى علشان التقاء الايه البحر والنيل مع بعض، زي ما هو مذكور في القرآن الكريم. سبحان الله. بصوا وده فندق من الفنادق برضو اللي موجودة. انا لو بعمل دعايه لراس البر. تعالوا شوفوها، ما تحكموش من بره ان هي بلد ارياف ولا للفلاحين او للغلابه. لا، تعالوا شوفوها، شوفوا الاماكن، شوفوا الشقق عامله ازاي، شوفوا العشش عامله ازاي، شوفوا الفلل عامله ازاي، والاوتيلات في كل الدرجات زي ما انتم شايفين، من اقل حاجه لاكتر حاجه. ده بقى طبعا اشهر محل للحلويات. تعالوا بقى نخش ونحاول كده نستأذنهم نصور المنيو. طبعا اللي يجي راس البر لازم يجي هنا ويجيب الحلويات دي. استنوا معايا شويه. بص دي كده الفطاير الشرقي، هو مش بابا تمام، والحلويات. تعالوا بقى نشوف المشبك. بصوا ده المنيو بتاعه. بجد حاجته نظيفه وجميله، مفيش مره باجي فيها هنا راس البر الا وبجيب من عنده. هو فين؟ انا خارجه بقى من عنده بصراحه، يعني انا بجيب وانا ماشيه، يعني انا دايما بجيب كده وانا ماشيه عشان الحاجه تبقى طازه، واوصل القاهره تبقى الحاجه كويسه وجميله. هنا بقى هو طبعا ليه كذا حاجه، كذا فرع بلبول بس ده الاساسي اللي انا صورته في الاول، ده هو كان الاساسي. هنا مثلا في برضو فرع لبلبول بس اسمه ايه، جلال سيد بلبول. ده فرع تاني نفس العيله بس فرع تاني، بس ده الفرع الاساسي اللي انا صورته لكم في الاول، هو ده الاساسي اللي فعلا حلو ويجاب منه.
انت شفت الكلب؟ كان شكله شرس اساسا. ده عدى من جنبي. لا ألف اه لازم كل فترة يعملوا كده عشان يطلع ورق جديد. لقيته طلع عندي، قلت انا لقيت كده من الناحية التانية عندي.